بيتكلم فيلم النهاردة عن ديناصور اسمه هنري عايش مع مراته في حتة بعيدة وبيت صغير وبيزرعوا أرض قدام البيت. كانوا مستنيين البيض بتاعهم يفقس، وبتنده مرات هنري عليه عشان يشوف لحظة خروج أولاده من البيض، وبيسموا أول بيبي ليبي أما التاني بيسموه باك، والأخير كان صغير جدا وخايف يخرج من البيضة فقرروا يسموه أرلو. وبتكبر الديناصورات التلاتة سوا وهما بيساعدوا أهلهم في المزرعة، وبيخاف أرلو لما بيروح يأكل الطيور وبيجري بسرعة وبيلحقوا هنري قبل ما يقع في النهر، وبيقوله ما يخافش منهم. وبينجح هنري في تجميع كمية كبيرة من الأكل تكفيهم طول فترة الشتاء، وبيعمل علامة برجله مع مراته على الصومعة اللي بناها. بيقول لأولاده إنهم في يوم هيعملوا إنجاز كبير زيه يستحقوا بيه إنهم يعملوا علامة على الصومعة. وبينجح باك وليبي إنهم يعملوا علامة على الصومعة بعد ما قدروا يشتغلوا في المزرعة، على عكس أرلو وما قدرش يعمل إنجاز كبير يستحق بيه علامة. فبيتضايق وبيقرر يتغلب على خوفه من الطيور، بس لما بيدخل على الفراخ بيقع على الأرض وبيحس إنه بيموت بسبب هجوم الفراخ عليه. فبيكتشف إن باك بيتريق عليه وبيتهم إنه جبان، وبيزعل أرلو وبيقوله إن هو مش جبان ومش عايز يعمل العلامة الغبية دي ولا مهتم بيها. وبيقرر الأب إن هو يعالج المشكلة، وبيصحي أرلو بالليل من النوم وبياخده لبعيد وبيقوله يروح بعيد عن المزرعة لوحده. بيلاقي أرلو قدامه حشرة صغيرة وبيخاف منها، بس فجأة بيلاقيها بتنور وبتروح بعيد. فبيقول والده إن هو لازم يتغلب على خوفه عشان يشوف الجزء الجميل من الحياة. وبتبدأ الحشرات المضيئة تطير حواليهم في كل مكان. بيبدأ أرلو يلعب مع والده في المزرعة وهو سعيد وفرحان، وبيبص بانبهار على الحشرات اللي بتطير في السماء. تاني يوم الصبح بيقول هنري لأرلو إن الكائنات المتوحشة سرقت أكلهم، ولو فضلوا يسرقوا أكلهم كده مش هيلاقوا مخزون للشتاء وهيموتوا من الجوع. وبيطلب هنري من أرلو إن هو يدور على المخلوق ده ويمسكه. وبيعمل أرلو مع والده فخ، وبيقول هنري إن هو لو قدر يمسك المخلوق ده هيقدر يحط علامة على الصومعة. وبيفضل أرلو يحرس المكان ويراقبه لغاية ما بيلاقي الفخ بيعمل صوت، فبيروح عليه وهو خايف ومتوتر عشان يشوف المخلوق اللي بيسرق الأكل منهم. بيلاقي طفل صغير جوه وبيحاول يخرج من الفخ بكل الطرق لحد ما بيتعب، وبيقرب الطفل من أرلو اللي كان مرعوب منه. وبيجري الطفل بسرعة من قدام أرلو لما بيسمع صوت هنري جاي من بعيد، وبيزعق لأرلو لأنه فشل في مهمته، وبيقوله لازم يتحدى خوفه ويتغلب عليه، غير كده مش هيعرف يعيش في الدنيا. وبيقرر هنري ان هو هيمشي ورا اثار اقدام الطفل وسط المطر، وبيقول لابنه طالما هو ماشي جنب النهر عمره ما يقدر يتوه عن البيت، ولازم يلاقوا الطفل بسرعة قبل ما المطر يمحى اثار الاقدام. وبيقع ارلو ورجله بتتعور، وبيعتذر هنري ليه عشان ضغط عليه عشان يمسكوا الطفل ويتغلب على مخاوفه. وبيقرر ان هو يرجع بيه البيت بعد ما الجو بقى سيء والمطر زاد. وبيطلب هنري من ارلو ان هو يجري بسرعة بعد ما المية جريت في النهر واخدت هنري في وشها. وفي يوم الام في موسم الحصاد بتطلب من ارلو ان هو يبذل مجهود زيادة عشان موسم التلج جه ومش هيعرفوا يكملوا بقية المحصول وهيموتوا في الشتاء من الجوع. وبتقوله ان الحياة صعبة من غير والده بس لازم يكمل ويستحمل قد ما يقدر. وبيطمن ارلو وبيقول لوالدته تطمن وهو مش هيسمح بان ده هيحصل. وبيكتشف ارلو وجود الطفل في الصومعة وبيتغاظ وبيجري وراه لان هو السبب في خسارة والده. وبيقع ارلو في المية وبيحاول يطلب النجدة بس المية بتجرفه بعيد، واول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه مش قادر يقف وتعبان وراسه بتوجعه. بيحاول يقف على رجله وبينده على مامته، وبعدها بيجرب يقف على الصخور بس بيقع على الارض. وبيلاقي قدامه الطفل الصغير واقف على تلة، فبيتضايق وبيقرر يطلع للطفل يقضي عليه، بس مجرد ما بيقرب منه بيخاف وبيطلب ارلو منه ان هو يبعد. وبيجري الطفل بعيد وبيحاول ارلو يستكشف المكان اللي هو فيه، ما بيعرفش هو فين، وبيفتكر كلام والده ان هو طالما ماشي جنب النهر عمره ما يتوه ابدا. وبيقرر يفضل ماشي جنب النهر على طول. وبيحاول ارلو ياكل توت من على شجرة بس بيقع على الارض ورجله بتتحشر بين صخرتين وما بيعرفش يطلعها. وبيفضل يعيط طول الليل لحد ما بيطلع عليه الصبح، وبيصحى الصبح يلاقي في حد فحرله تحت الصخرتين عشان يعرف يطلع رجله من بينهم. وبيرجع ارلو يمشي جنب النهر مرة تانية وبينزل عليه المطر وبيحاول يستخبى منه لغاية ما بيسمع صوت جاي من بعيد. فبيلاقي الطفل الصغير جايب له حشرة وبيحطها قدامه، بس ارلو بيزعقله فبيروح يجيب حشرة غيرها عشان ياكلها وبيرميها ارلو بعيد. وبيرجع الطفل معاه توت طعمه جميل وبيعجب بيه ارلو وبياكله وبيطلب من الطفل يجيب له تاني، وبيمشي وراه لغاية ما بيوصلوا لشجرة التوت. وبيقع ارلو من فوق التلة بعد ما اكل من شجرة التوت، وبيلاقي قدامه ثعبان ضخم جدا بيهجم عليه، بس الطفل بيخوف الثعبان وبيخليه يمشي بعيد. ارلو فجأة بيسمع صوت حد بيقوله ان هو كان بيراقبه وفاكر انه كان هيموت بس هو ما ماتش. وبيظهر الصوت اللي طالع من حيوان ضخم قوي ومعاه مجموعة من
من الحيوانات الصغيرة بتحميه من أي دخيل يضايقه. بيطلب الحيوان من أرلو إن هو يحافظ على سبوت وما يخسروش عشان هو بيحميه من أي خطر في الغابة. بيتحرك أرلو وسبوت مع بعض وبيروحوا يلعبوا مع سناجب صغيرة، بس أرلو بيخاف منهم وفي الآخر بيطلع يجري وبيقع في المية، وبينزل سبوت وراه عشان يعلمه العوم. وبيقضي أرلو الوقت مع سبوت يلعبوا سوا. وبيشوف أرلو بالليل حشرة وهو ماشي مضيئة، فبيقرر يعمل مع سبوت زي اللي باباه عمله معاه زمان، وبيلعبوا مع الحشرة من فوق وبيتفرجوا عليها. وأرلو بيقول إن هو مشتاق لعيلته وما بيفهمش الولد كلام أرلو، فبيحاول أرلو يفهمه ويوصله يعني إيه معنى كلمة عيلة. وبيحضن الطفل أرلو وبيطبطب عليه، وبيناموا لحد الصبح. وبتيجي عاصفة قوية بتخليهم مش قادرين يمشوا، وبيطلب أرلو من سبوت إن هما يقفوا يحموا نفسهم من العاصفة في أي مكان. وبيفتكر اللي حصل مع والده وبيخاف وبيجري بعيد وبيحاول يستخبى لغاية ما العاصفة بتقف. وبيدور سبوت على أرلو وبيلاقيه واقع تحت الشجرة. وبيتوتر أرلو لما بيلاقيش النهر وبيحس إن هو تاه ومش هيعرف يرجع بيته أبدا. وبيشوف أرلو طيور وبيسأل واحد فيهم عن سلسلة الجبال اللي عايش تحتها، وبيقوله إن بيته هناك ومحتاج يعرف الطريق. وبيقوله الطائر إن الطريق للمكان ده بعيد جدا بس هيشرح له يروح إزاي وبيعرفه على نفسه. وبيقوله إن اسمه سندر كلاب، وبيطلب منه إن هو يستنى عشان يطمن إن مفيش حد مصاب، وبعدها هيوريله الطريق للبيت. وبيقرر أرلو إن هو يساعد الطيور في إنقاذ الحيوانات، بس بيكتشف إن الطيور دي بتاكلهم وبيخاف وبيستخبى بعيد. وبيحاول أرلو يهرب منهم ويبعد عنهم، بس الطيور بتحاوطه. وبيحاول بعدها سبوت وأرلو إن هما يهربوا منهم بعد ما بيهجموا عليهم. وبيلاقي أرلو أخيرا 2 من الديناصورات اسمهم ناش ورامز اللي بتخوف الطيور وبتبعدهم عن أرلو وسبوت. وبيطلب أرلو مساعدة الديناصورات عشان يوصل بيته، لكن بيدخل ديناصور ضخم وبيقوله إنهم مش فاضيين لأنهم تاهوا عن القطيع بتاعهم ولازم يلاقوه. بيقوله أرلو إن سبوت بيقدر يشم الروايح ويقدر يوصلهم للقطيع بتاعهم، وفي مقابل ده إن هم يساعدوه يرجع لبيته. وبينجح سبوت إن هو يوصلهم للقطيع، لكن بيكتشفوا إن صيادين الحيوانات موجودين بعد ما شافوا حيوان مذبوح، وبيقرروا إنهم يهربوا من المنطقة دي. وبيطلب الديناصور الكبير من أرلو إن هو يروح عند صخرة وسط التيران ويصوت بصوت عالي، وهم هيهجموا بعدها على الصيادين. وبتظهر الحيوانات الغريبة المفترسة وبيخاف منها أرلو، وبتهجم عليها الديناصورات. وبتجري التيران بسرعة ومعاها أرلو وسبوت، وبيستخبى أرلو ورا صخرة وبيشوف الحيوانات المفترسة بتهجم على الديناصور فبينقذوا أرلو. وبتجري باقي الحيوانات بعد ما بتخاف من الديناصور، وبيتحركوا كلهم سوا مع قطيع التيران. وبالليل بيقعدوا قدام نار وبيشكر الديناصور الضخم أرلو على شجاعته. وبيلاقي أرلو نفسه متعور، وبيقول الديناصور الكبير إن الندبة دي تبقى علامة على شجاعته وإن كل ديناصور فيهم عنده علامة زيها. وبيحكي الديناصور الكبير قصته وبيقول إن في مجموعة من التماسيح هجموا عليه، قرر إنه يواجههم وما يستسلمش لحد ما انصاب وبقى عنده الندبة دي. وبينزل أول قطرات من التلج، وبيقول أرلو إن هو لازم يروح بسرعة بيته عشان مامته. فبيوعده الديناصور الكبير إن هو هيوصله مع شروق الشمس، وبالفعل بيتحرك القطيع كله مع الشروق. وبيشوف أرلو الجبل اللي هو عايش تحته، بيودع القطيع والديناصورات وبيجري كله فرح وحماس ناحية بيته. وأول ما بيقرب وبيوصل بتمطر السما، وبيلاقي أرلو قدام الطيور الجارحة وبتهجم عليه مرة تانية وبتحاول تاخد سبوت منه وبيوقعوه من فوق التلة. وبيتخيل أرلو إن باباه عايش وبينقذه، وبيقوله إن هو عايز يساعد صديقه سبوت لأن هو بيحبه وساعده كتير. وبيفوق بعدها أرلو وبيقرر إن هو هيرجع يساعد سبوت وما يخافش من الطيور المتوحشة ولا من العاصفة. وبتحاول الطيور الجارحة إن هي تشد أرلو بعيد، والشجرة بتتقطع عليهم وبترميهم في المية. وبيعمل أرلو صوت ضخم وبيخاف الطائر اللي بيحاول ياكل سبوت منه، وبتيجي موجة كبيرة جدا من المية وبيجري أرلو عشان ينقذ سبوت قبل ما يغرق في المية. وبيجري بأقصى سرعة عنده عشان ينقذ صديقه سبوت، وبياخده وبيطلع بره المية وبيكملوا في الطريق سوا لحد ما فجأة بيلاقوا أهل سبوت قدامهم، وهم ما بيصدقوش انهم لقوا ابنهم. وبيفرح سبوت اللي بيحضن اهله وبيودع أرلو اللي بيزعل على فراقه، لكن بيصر يسيبه مع اهله وبيكمل الطريق لوحده. وبيوصل لبيته ولمامته اللي بتحضنه، وبيجتمع شمل العيلة مرة تانية بعد ما نجح أرلو ان هو يسيب علامة على الصومعة وينتصر على خوفه.